أهلا بيكم. النهاردة جاي أعرفكم على واحد من أكتر الأفلام المنتظرة في صيف 2025، وهو فيلم درويش. الفيلم اللي بيجمع ما بين الإثارة والأكشن والكوميديا، ومش بس كده، ده كمان فيه لمسة رومانسية، وكل ده في أجواء أربعينيات القاهرة الساحرة. فبدون أي تطويل يلا بينا نشوف التفاصيل. بالنسبة لأحداث الفيلم فهي بتدور في الأربعينيات، وده في حد ذاته بيدي للفيلم طابع خاص. والبطل هنا هو درويش المصري، واللي بيجسد شخصيته عمرو يوسف، وده محتال ذكي عنده كاريزما عالية، بيكون عايش حياة فيها مخاطرة ومراوغة، ولكن صدفة واحدة بتقلب حياته وبتحوله لبطل شعبي. الفيلم مش بيقدم بطل تقليدي، لا بالعكس، درويش ده أقرب لشخصيات زي روبن هود وأدهم الشرقاوي، بطل خارج القواعد وبيواجه الخطر وبيتحرك دايما على حافة الخير والشر. البطولة الرئيسية في الفيلم لعمرو يوسف في دور درويش، وبيشاركوا في البطولة النسائية دينا الشربيني، وده التعاون التاني ليهم في نفس السنة بعد ما قدموا مع بعض فيلم شقه. الفيلم كمان بيضم مجموعة من النجوم المميزين زي محمد شاهين وطارق عماد ومصطفى غريب. الفيلم من إنتاج فيلم كلينيك لمصطفى حفظي بالتعاون مع شركات كبرى زي 1 تو 1 برودكشن وفوكس ستوديو وفيلم سكوير. المخرج وليد الحلفاوي بيقود العمل برؤية بصرية دقيقة بتهدف لإعادة بناء أجواء الأربعينيات بكل تفاصيلها، سواء بقى من الديكور للأزياء وحتى طبيعة الحوار، وكل ده في تحدي إنتاجي كبير جدا. في نفس الوقت دي نقطة قوة بتميز الفيلم. البرومو التشويقي الخاص بالفيلم نزل وساب انطباع كبير عند الجمهور، والتركيز الأساسي فيه كان على شخصية درويش الغامضة اللي بتخلي المشاهد بيتساءل هو ده بطل فعلا ولا مجرد محتال. عمليات التصوير انتهت بالكامل في شهر إبريل الماضي، ومن المقرر عرضه رسميا في 16 يوليو 2025 في جميع دور العرض المصرية والعربية. وبكده أكون خلصت كل التفاصيل الخاصة بالفيلم. فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الجديد في عالم الدراما والسينما المصرية. وسلام.